يا صباح الخير او مساء الخير حسب تتفرجوا على المحاضره دي. خلينا نقول مرحبا بكم 2027 الدفعه الحلوه، الدفعه الغاليه، الدفعه الكويسه ان شاء الله. انا هنبدا بيهم النهارده اول محاضره من محاضرات اساسيات ماده اللغه الانجليزيه. خلينا نتكلم كده قبل ما نعمل اي حاجه ونحط شويه نقط كده عشان نظبط الدنيا مع بعض ونقول ايه الحاجات اللي هنمشي عليها. خلينا نتفق ان احنا في الاول بنبدا مرحله ورحله طويله شويه. الرحله دي محتاجه مننا ان احنا نلتزم، نجتهد، نحط قدامنا حلمنا في كل خطوة عشان مهما نتعب نبقى عارفين ان احنا رايحين لحلم وهدف معين. احنا هنا في ليرن اكس بنبدا معاك من الاول كده بستابس معين، بس خليني اقول لك لان احنا قلناها لزمايلكم اللي قبل كده اللي احنا ان شاء الله احنا هنا عيله واحده، احنا هنا فاميلي واحده بنكمل بعض. مفيش حاجه اسمها اللي انت شغال مع نفسك ولا احنا شغالين مع نفسنا، احنا هنا كلنا اسره واحده. حلمك هو حلمنا وتعبك هو تعبنا وهدفك هو هدفنا، ففي الاخر احنا كلنا في سيركل واحده ماشيين مع بعض، مفيش حاجه بتاثر على التاني. تمام، دي نقطه كويسه جدا. البدايه بتاعتنا كل ما كانت كويسه كل ما كملنا وبقينا ماشيين بنفس الدنيا اللي احنا عاملين عليها. رخينا شويه هنبدا نرجع تاني نكمل، تعبنا شويه هنرجع تاني نكمل. ليه؟ هي رحله، وزي ما قلت لك انا هقولها لك من النهارده لحد اخر محاضره. رحله زي ما بداتها عايز انهيها عشان اوصل في النهايه لحلمي والهدفي اللي انا بسعى عشان احققه وربنا يكرمني واوصل ليه ان شاء الله. طيب انا النهارده هعمل معاك حاجه كويسه جدا. انا النهارده هبدا اعرفك على منهجك واقول لك ايه الدنيا ماشيه ازاي فيه، ونبدا بعد كده ندي لحضرتك حته صغيره من الاساسيات اللي احنا المفروض هنمشي عليها، وزي ما نقول كده نبدا معاك منين؟ من تحت الصفر. يلا بينا نبدا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. خلينا نتكلم اللي احنا منهجنا بيبقى عباره عن 12 يونت، يعني زي ما بنتكلم كده عندنا ايه؟ عندنا 12 يونت بنقسمهم مع حضرتك بتقسيمه معينه بجدول بينزل لك وكل حاجه بتعرفها في وقتها. خلينا نتكلم الاول هم ايه ال 12 وحده دول. تعالى كده اعمل لك ايه زي ما بنقول كده دايجرام كده نمشي عليه. طبعا انا بسم الله الرحمن الرحيم استلمتك النهارده، دخلت بيك على inside the world of the care او inside the world of care. النهارده انا بتكلم معاك inside the world of care هو في عالم الرعايه الصحيه. النهارده حصلت حادثه، عرفنا شويه كلمات المصابين يعني ايه والاسعافات الاوليه، والمسعفين يعني باراميدكس، وعرفنا اوبريشن، وعرفنا شويه كلمات ليها علاقه بالمجال الطبي. والنهارده عندي مثلا رينين كاتس اند دوجز يعني تمطر بغزاره. خدت شويه مصطلحات من يونت 1، رحت رايح بعد كده على ذا باور اوف ماشين. ذا باور اوف ماشينز النهارده هي بتتكلم معايا في اليونت ده على الالات، ازاي كانوا القدماء المصريين بينقلوا الحاجات بتاعتهم عشان يبنوا الحاجات العاليه، زي كانوا بيستخدموا الرامبس والليفر، وازاي احدثت ثوره صناعيه وازاي الدنيا اتغيرت والدنيا ايه مشيت ازاي. بعدها رحنا رايحين على بروتكت نيتشر بروتكت فيوتشر، احمي طبيعه احمي مستقبل. بنتكلم معاك بقى في الكلايمت تشينج، بنتكلم معاك في الحاجات اللي ليها علاقه شويه بالمناخ والبيئه والحفاظ عليها. خرجت منها خدتك بقى شويه على المارين لايف الحياه البحريه، وغيرنا جو والدنيا رطبت علينا والجو ربيع. بعدها from muscles to mindset من العضلات للتفكير، وبيقول لي ازاي اللي انت لازم تفكر ولازم تبقى حاطط قدامك اهداف وتظبط دنيتك. خلصت بعدها قلت لك بقول لك انا مخنوق، يلا بينا ليتس هانج اوت، يلا بينا نخرج للتنزه ونخرج نتفسح ونروق على حالنا. بعدها خلاص رجعت لي بقى بعد ال 6 يونتس دول، قلت لك تمام يلا بينا نركب الطياره ونسافر. رحنا ات ذا ايربورت، رحنا المطار، عرفنا شويه كلمات، عرفنا الدنيا اللي فيهم. بعدها قلت لك طب ما تيجي نرجع للزمن اللي قبلنا في جورني ثرو تايم، نرجع لايه او نسافر عبر الزمن رحله طويله ونعرف مصطلحات من اليونت ده. طب هنا بنتكلم معاك في شويه حاجات ليها علاقه بالماضي والوقت والكلام، يعني زي ما بقول لك كده الحقبه الزمنيه اللي هي الفتره الزمنيه القديمه يعني، وبنتكلم فيها. بعد كده عرفنا اسرار الكون The Universe's Mystery. بعد كده People's Hospitality and Kindness الكرم والعطف والتعامل مع الناس وكرم الضيافة. بعد كده خدنا شوية حاجات عن الأدب الليتريتشر بتاعنا، القصائد والحاجات دي والكلمات.
اخر حاجه يا معلم هتكون انت بتستعد عشان تروح حياه الجامعه، وما ادراك ما حياه الجامعه بقى، الكريبات والسندوتشات والدنيا دي كلها. فبقينا فين في اليونيفرسيتي لايف، حياه الجامعه بقى والتخرج والقصه دي كلها. خليني اقول لك، ومش يعني بقول لك كلام انشا، منهجنا في جيبنا، مش تناكة ولا غرور مننا، ولكن احنا الحمد لله بنمسك المنهج يعني بنمسك المنهج كده ماسكه كويسه تخلينا زي ما بنقول ايه بشوات وحاطين رجل على رجل. ما عندناش تأثير، ما عندناش طالب هيسيب مش هيبعت وكلا، لا مفيش الكلام ده. احنا قلنا لك احنا عيله واحده، والعيله بتعامل بعضها معامله يعني ما بنشوفهاش في اي حته، يعني مش معامله صحاب، هي معامله عيله. بابا وماما بيخافوا عليك، احنا هنا في ليرن اكس بنخاف عليك. فاحنا نفس الفكره، انت مش مجرد طالب قاعد معانا جاي بتسمع كلمتين وخلاص، لا لا مفيش الكلام ده. فاحنا النهارده يعني وعايز تتاكد اسال اللي قبلك، يعني مش هنتكلم في كده، وما تروحش تسال، انت هتجرب كده كده. يعني انت بتجرب من النهارده، انت مجرد ما اتفرجت على ده خلاص انت بقيت واحد من يعني معانا من الطلبه بتاعتنا. فبس هي الفكره كلها في كده. فال 12 يونت جرامر مع ايديومز مع شويه اكسبريشنز كده مع حاجات، يعني الانجليزي واحد ما بيتغيرش، ولكن المذاكره واحده برضه. النهارده انا بذاكر قراءات، هذاكر 100 قراءات، كل حاجه ليها يعني زي ما بقول لك كده احتياجاتها بس. فماشيه معاك ادي ال 12 وحده بتوعك باسمائهم، والدنيا ماشيه معاهم كويس جدا. طيب طبعا احنا بنمسك اليونت بنقسمه لك حسب جدولك، نخش على الفوكاب اللي فيه، نخش على كل حاجه، نحفظ كلمات. مش بس انا كبرت يا مستر مش هتحفظ، ايوه هتسمع، احنا هنحفظك وهنسمع لك. فبتبدا يا باشا تشتغل بقصتك والكلام ده كله، وبعد كده بينزل لك الاساينمنت بتاعك، بينزل لك بعد كده الكويز، بينزل لك بقى بلان كده ايه، عارف انت احنا بناخدك برحله عبر الزمن. فالرحله عبر الزمن دي امشي معايا تكسب، احنا هنسميها كده امشي معايا يا باشا تكسب والدنيا تبقى تمام. تمام يلا بينا. طيب انت النهارده هتقول لي ايه؟ انا النهارده هقول لك حاجه جميله جدا، ورقه وقلم واسمع وحاول ما توقعش حاجه مني. طيب انا النهارده عايز اعرف ازاي اكتب جمله. ايه يا مستر ده انت بتكلم عيل صغير؟ يا عمي جل من لا يسهو، ما مش مشكله يعني جمله لو انت عارف الكلمتين راجعهم معايا. قال لي بص حضرتك ادي سبجكت، قلت لك تمام وهشرحه لك هو ايه. هنديله بلس اتش في بلس ام في. طيب انت عشان تفهم الكلام ده تعال نتكلم سنه. هو مين السبجكت؟ السبجكت يا مستر هو الفاعل، يعني اللي بيعمل الحاجه. تمام. والفاعل ده بيكون ناون او برو ناون. يعني ايه يا مستر ناون؟ يعني اسم. ويعني ايه يا مستر بروناون؟ يعني ضمير. يبقى الفاعل لا اما اسمك لا اما ضمير اسمك، يعني لا اما علي منى سما ابراهيم، لا اما هي وشي وات واي ويو زي. يعني النهارده يا اما الاسماء لا اما الضماير اي وهي وشي وات، وعندك وي وعندك يو وعندك زي. طيب لحد هنا انت تمام. يبقى انت النهارده عشان ترايت السنتنس بتاعتك انا ببدا الاول بسبجكت يا اما اسمي يا اما ضمير اسمي. طب بعديه قال لك بعديه بيبقى عندنا حاجه اسمها الاوكسيلري فيرب. يا عم انا مستثقل يا مستر اوكسيلري ايه؟ انا راجل رجعي. يا عم اوكسيلري دي هو الفعل المساعد. طب اسهلها عليك هنقول له خد يا هيلبنج فيرب. يبقى الهيلبنج فيرب بتاعنا هو الاوكسيلري فيرب بتاعنا هو الفعل المساعد. الفعل المساعد اللي هيساعد الفاعل عشان يعملوا الفعل الرئيسي اللي هو حدث الجمله. طيب يعني بمعنى اصح كده انا الجمله بتاعتي بيبقى فيها كام فعل؟ بيبقى فيها فعلين، واحد مساعد والتاني رئيسي. رئيسي يعني بيحصل ياكل يشرب ينام يذاكر يتخانق يولع في نفسه يعيط، كل القصه دي. طيب انا هعرف منين الاوكسيلري فيرب والمين فيرب؟ الاوكسيلري فيرب معروف هنعرفه دلوقتي، اما المين فيرب بيتغير. طيب هحطه ازاي في الجمله؟ ما انا ما اعرفهمش. بص يا سيدي تعال نجيب اساس الاوكسيلري فيرب. اول حاجه هو النهارده وانا صغير مس ميرفت كنت بروح لها فتقول لي ايه؟ انا اكون علي، ايام علي. تيجي انت تقول لها هو ايه ام؟
تقول لك يكون. طيب I do my homework، أنا بفعل الواجب بتاعي. do يعني يفعل، ولكن ما عرفتش هو ايه do وهو ايه am. طب تعالى بص يا سيدي، القصة كلها بدأت من عند الراجل ده، قال لي verb to وراح مطلع لي 3 ولاد. ده الأب أهو، قال لك جاب لي to be، جاب لي to do، جاب لي to have. أساسك دول، رحت يمين رحت شمال، دول أساسك. verb to be فعل يكون، verb to do فعل يفعل، verb to have فعل يمتلك. يعني لو حاجة ليها علاقة بالكان ويكون والكلام ده هنروح لبي، حاجة ليها علاقة باللي يفعل ويؤدي هنروح لدو، حاجة ليها علاقة بالامتلاك هنروح لها. طيب تعالى نمسك واحد واحد. verb to be، بص يا سيدي، أول حاجة ده فعل ودي تو، فبالتالي اللي بيجي بعد التو المصدر، يعني بي دي مصدر، دو دي مصدر، هاف ده مصدر. طيب verb to be ليه كام شكل يا مستر؟ خلينا نتكلم في present يعني مضارع، وباست يعني ماضي، معروفة. طيب بيتكون منين يا مستر في البريزنت؟ am و is و are. طب في الباست يا مستر was و were. يعني علي is happy، ماشي. طب امبارح هيكون is ولا was؟ قال لك لا، هيكون علي was happy. يعني انت النهارده بتتكلم في verb to be اللي هو am و is و are و was و were، ده في البريزنت وده في الباست، فبالتالي ده كده اسمه verb to be. والمصدر بتاع am و is و are ايه؟ was و were be، اللي هي البي اي. ماشي الكلام؟ طيب التاني يا مستر اسمه verb to do، يعني do. طيب هتطلع مين؟ قال لك هتطلع do و does و did. طب بص كده المثال ده، she does هي بتفعل her homework. طب هي عملته بقت did. طيب التالت اسمه verb to have، have هتطلع منها have، has had يمتلك. I have a car، حبيت اجيب الباست منها I had a car. طيب يعني انت دلوقتي اديتني verb to be واديتني verb to have واديتني verb to do وقلت لي ان دول كلهم الاساس بتاعك. طب تعالى كده، طب تيجي نلعب لعبة حلوة. يبقى الهيلبنج فيرب بتاعنا هنا ممكن يبقى مين؟ ممكن يبقى am او is او are، ممكن يبقى was او were، ممكن يبقى have has had، ممكن يبقى do does did، وهقول لك كمان شوية ممكن يبقى ايه تاني. طيب ألف ب إنجليزي مفيش جملة ما فيهاش فعل مساعد. يعني النهارده عشان اجيب جمله وامشي خطوه انط من السبجكت للمين فيرب واسيب الهيلبنج فيرب او الاكسلري فيرب، اقول لك بيج زيرو، شكرا يا فندم اركن وراجع القاعده. جميل. طب انت النهارده حطيت سبجكت ورحت مديله هيلبنج فيرب من دول، عايز تحط مين فيرب، هيبدا هنا المين فيرب يتغير بناء على كل زمن هناخده من النهارده. طيب مين فيرب يعني ايه؟ يعني فعل اساسي. درينك يشرب، ايت ياكل. حط بقى انت كل الافعال الاساسيه اللي عندك بناء على الحته اللي موجوده قدامك. فانت النهارده لما تيجي تتكلم في حته زي دي، عندك توك، عندك تيك، عندك القصه دي كلها بتبدأ تحسبها بناء على اللي موجود ايه قدامك او عندك. طيب تعالى كده نبدأ نخش في حتة معينة. ايه هي الحتة اللي احنا هنتكلم فيها؟ واول زمن هنتكلم فيه
هو اللايف ستايل بتاعنا او الديلي روتين بتاعنا، وهو البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل احنا بناخده من واحنا في اولى ابتدائي. طب ايه قصه البريزنت سيمبل اللي عندي؟ تعال نتكلم فيه من الاول كده. اهو يا سيدي the present simple tense. بص يا سيدي، I we you they ده جروب، he she it ده جروب. بص يا عم، النهارده لكل زمن حاجتين عايزك تكون عارفهم. اول حاجه منهم هي اليوسج بتاعته، والتاني الكي ووردز. طب ليه اليوسج مهمه؟ اليوسج هو الاستخدام، والكي ووردز هي الكلمات اللي بتدل، اخبط لها كده تقول لي الجمله دي في زمن كذا. طيب استخدام الزمن ده اول حاجه كده بنقول عليها عشان نتكلم على الديلي روتين، الروتين اليومي، الحاجه اللي بعملها كل يوم ومعايا على طول. تاني حاجه هي الفاكتس، الحقائق. تالت حاجه بستخدمه مع الفيوتشر، المستقبل، في حاله واحده فقط اسمها التايم تيبل، الجداول والمواعيد الرسميه. تاني يبقى الثلاثه يوسج بتوع البريزنت سامبل، ديلي روتين، فاكتس، وايه تاني؟ الفيوتشر، بس شرط يكون تايم تيبل. يعني ما اجي اقول لك ايه؟ The train leaves at 10 o'clock، خلاص القطر بيغادر الساعه 10. مفيش بقى الكلام يغير 10 الا ربع، 10 و5، مفيش الكلام ده، ميعاد ثابت. طيب ايه التقسيمه بتاعتك؟ قال لي الاي والويل يوز زي الفعل بيجي وراهم في الايه؟ في المصدر. طب الهي والشي والات قال لك هنحط له اس او اي اس او اي اي اس، هنعرف دلوقتي. طب الكيوردز، الكلمات اللي بتدل عليه، الكلمات اللي بتدل عليه هنجيبها. طب تعالى كده نفكرك باشهرهم. قال لي طبعا اشهر واحده هي every day، every week، every month، شغال كله معايا مع ظروف التكرار. ايه هي ظروف التكرار؟ ادي always، usually، often او often الاتنين صح، sometimes، whenever، وهندي بقى معاهم rarely والقصه دي. يعني انت دلوقتي قلت لي يوسج بتاعك ايه؟ daily routine، facts، time table. ايه الكيوردز بتاعتك؟ قلنا اللي احنا قلناهم every والحاجات دي كلها. طيب النهارده الاي واليو والوي ازاي؟ قلت لي الفعل في المصدر. طب هي وشي وات قلت لي هتحط اس للفعل او اي اس او اي اس. طب هناخد الهي والشي والات، هنطلع 3 حاجات، اس واي اس واي اي اس. امتى نحط ده وده وده؟ قال لك بص يا سيدي، ادي الاس قدامك اهي، وادي الاي اس وادي الاي اي اس. تعالى نبدا الاول بالاي اس. ادي ستادي وادي بلاي. عايز اقول لك على حاجه حلوه، طول ما انت بتذاكر اربط بامثله عشان ما تنساش القاعده. طيب قال لك اول حاجه نضع للفعل اي اي اس اذا كان الفاعل، لازم تبقى معايا كده وتقولها، اذا كان الفاعل مفرد وكان اخر الفعل واي، والواي يبقى قبلها حرف ساكن. معلش انا اسف يا مستر، بس انا مكسوف اسال، هو ايه الحروف الساكنه وايه الحروف المتحركه؟ قال لك انا عندي 5 فاولز، اكتبهم لك بالعربي، حروف متحركه. كنت انتوا زمان بتقولوا الايه ضربت اليو ولا مش عارف ضربت مين قالت اي، القصه بتاعت ميس ميرفت دي، اي اي او يو اي. احنا كبرنا بقى على قصه الايه ضربت اليو، اليو قالت اي، راحت اشتكت للاي معرفش عملت ايه. فادي القصه بتاعتك ايه، اي اي او يو اي، دول حروف متحركه. طيب قال لك بس خد بالك، انا ارجع تاني قلت لك ايه؟ امتى نحط الاي اس؟ لما يكون الفاعل مفرد ويكون الفعل اخره واي ويكون قبل الواي حرف ساكن. هعمل ايه؟ قال لك هشيل الواي واحط اي اس. تيجي نكتب مثال.
علي. ادي مره بلاي وادي مره ستادي. بلاي تنس every day، نحط كده دايره عليها، وستادي اهو، وادي انجلش اهو، وادي every day برضك. تمام. وبعدين قال لك عايزين نعدل، نعمل ايه؟ قال لي اول حاجه الجمله دي بريزنت سيمبل، عرفت منين؟ من افري داي. والزمن كان بيقول اي ويوز ايه؟ الفعل في المصدر ويمشي ويت، بنحط اس او اس او اي اس، اروح رايح للفعل. ده اخره واي بس قبليه متحرك، قال لك لا هنا هنحط له اس، ولكن اللي هنا قبليه دي ساكن، يبقى هنشيل الواي ونحط اي اي اس. في مشكله كده؟ طيب عندك بقى ستادي وعندك بلاي. انا هديك فعل اسمه كراي، هطلب منك وانت بتتفرج تحطه في فيديو وتبعته لي على الارقام طبعا، وعلى الجروبات، وعلى كل حاجه موجوده عندك، على ارقام التليجرام اللي موجوده عندك، وارقام الواتساب، وارقام كل حاجه هتلاقيها موجوده عندك عندنا على المنصه. طيب هتحط كراي في جمله وتقول لي هنعمل ايه في الواي، هنخليها ولا نشيلها، مع اللي انا قلته تحذف كذا كذا عند وجود الفاعل كذا. طيب امتى احط الاي اس؟ قال لك لما يكون الفعل اخره سي اتش، اس اتش، او، اكس، اس اس، زد. يعني شي ودي جو ما بين اتنين، تو سكول every day. سامعك يا مستر، قلت لي اذا كان الفاعل مفرد ماشي نضع بعد الفعل اس او اس او اي اس، جميل. طب هنا الفاعل مفرد الجمله بريزنت سامبل والجو اخرها او، يبقى الاجابه بقت، قال لك برافو عليك، بقت جوز. اي حاجه تانية اديها اس. حفظت دول خلاص، ريحت دماغك وقفلت قصتك. طيب قال لي طب اي، قلت لي وراها انفينيتيف، اي واتش تي في وادي افري داي، ماشي. في مشكله كده؟ قال لك لا. قال لي ده كده يا مستر في حاله الافريماتيف، حاله الاثبات. طيب عايزين ننفي، نقول اللي ما عملش الحاجه دي، هنعمل ايه يا مستر في القصه دي؟ قال لك بص، لو انا رجعت لهنا وانت كنت قايل لي ايه؟ subject بلس helping verb بلس المين verb. طيب وجيت انت رحت رايح للمثال اللي انت كتبته ده، علي بلايز تنس افري داي. ادي علي subject وراه على طول المين فيرب بلايز. طب فين الهيلبنج فيرب؟ ايه ده؟ انت بتسال من شويه فيش جمله ينفع تتكتب من غير هيلبنج فيرب. ما انا اقول لك على حاجه، بعض الافعال المساعده ما بتبقاش موجوده ظاهره في حاله الافريماتيف. هم مين بقى؟ ريح دماغك واحفظهم، هم 3: دو، داز، وديد. دو، داز، وديد دول ما يجوش ظاهرين في حاله الاثبات، يعني مفيش حاجه اسمها علي داز بلاي، انسى. طب يجوا ظاهرين امتى؟ في حاله النفي. يبقى انا اخبط على الجمله ما لقيتوش ظاهر، اروح رايح للرئيسي اقول له ايه ده انت اخرك اس، يبقى انت النهارده نفيك هيبقى هنا بمين؟ قال لي هنا الفعل المساعد بتاعي داز، ونفي يا مستر doesn't، وهنا الهيلبنج فيرب بتاعي دو، ونفي بدونت. يعني تعالى كده ندي مثالين. I watch TV every day و she plays tennis every day. تيجي ننفي I watch، ادي اي اهو، وده فعل رئيسي والجمله بريزنت سيمبل، يبقى وانا مغمض الاجابه تبقى I don't watch TV. طب اللي تحت she plays tennis، she اهو اخره اس، هعمل ايه؟ قال لك she doesn't play tennis. خد بالك بعد الدو does والديد، وبعد الدونت والdoesn't والdidn't الفيرب لازم يجي في الايه؟ في الانفينيتيف، الفعل في المصدر. خلي بالك من الكلام ده. طيب تعالى كده نعمل حاجه جميله. انت قلت لي ادي شي واتشز تي في، تيجي نفصص الجمله. شي ده سبجكت ماشي، وهنا في اوكسيلاري فيرب مش باين،
وده يا مستر مين فيرب. ماشي. طب التي في ده ايه؟ قال لي يا مستر ده حاجه اسمها اوبجكت. يعني ايه اوبجكت؟ اوبجكت ده هو المفعول به اللي عندك في العربي. طيب قال لي طب انا اسال سؤال، هي الجمله بتاعتي بيبقى ليها كام شكل؟ خلي بالك من هنا بقى عشان هنا بدانا الجد. يعني اللي فات ده بدأنا، لا اللي فات كان جد قليل شويه. قال لي الجمله ليها شكلين، افريماتيف ونيجاتيف، اثبات ونفي، وليها شكلين تاني، شكل اكتف وشكل باسيف. اكتف معلوم، باسيف مجهول. عمرو كل السندوتشات، عمرو اللي كلها معروفه، السندوتشات اتاكلت، مين اللي كلها؟ معرفش، مجهول، صح كده؟ قال لي طيب انت من شويه اديتني بريزنت سامبل اللي هو اختصاره ايه بقى عشان تبقى معايا كده من اولها؟ بي ار اس، يبقى بريزنت سامبل. طيب قال لي عايزين نعرف الجمله دي اكتف ولا باسيف؟ اكتف طبعا. عرفت منين؟ قال لك شي واتشز تي في، هي تشاهد التلفاز. طب تيجي نحولها باسيف؟ قال لك تمام. قال لي اول حاجه عشان نحول الجمله اهو اكتبها لك عشان تبقى عارف اهو، تشينج انتو باسيف. اوعى تسرح مني، سرحت وقف اعمل قهوه وتعالى لي. هنبدا بمين؟ قال لك اوبجكت. خد بالك ان كل زمن الباسيف بتاعه مختلف عن التاني، بس في حاجات هنوفقهم مع بعض. بدات باوبجكت. طب احنا دلوقتي بنجيب باسيف لمين؟ للبريزنت سيمبل. هتطلع الاوبجكت وتشوف هياخد ام ولا از ولا ار. طيب بعديه هتجيب البي بي. طب هو ايه البي بي ده اصلا؟ هو التصريف الثالث للفعل اللي انا ما كنتش بحفظه. يا لهوي، هعمل ايه؟ ما كنتش بحفظه، اعمل ايه فيه؟ لا محتاجينه كتير جدا. طب انا هسهلها لك عليك بس شويه شويه وهقول لك هنجيبه ازاي يعني واحنا بنتكلم. طيب يبقى اوبجكت بلس ام وايز وار بلس البي بي. طيب تيجي نعوض في القانون. يلا نعوض في القانون. ادي دي في ياخد از. طب التصريف بتاعك واتش، يبقى التصريف الثالث بتاعه مين؟ يبقى تي في از واتشد. كنا بنعمل اختصار باي ونقول بدل شي تبقى هير. دي هنا حاجه اوبشنال، يا نكتبها يا ما نكتبهاش. يعني انا لحد هنا خدت الدرجه كامله، تي في از واتشد. خلاص بقى عايز تقول باي هير قول، مش عايز خلاص. طب اديني مثال تاني كده. علياء كوكس لانش. هرخم عليك واقول لك يلا نعملها نيجاتيف الاول. سامعك، برافو عليك. علياء يا مستر doesn't cook lunch. طب تيجي نحولها باسف. سامعك بتقول لي القانون، ببدا بالاوبجكت. لانش الغداء ياخد از وادي كوكد. معلش يا مستر القلم طفح مني مش هقدر اكمل. ما اكملش، انا مش محتاج الا اخر الكوكد عادي. عايز تقول باي هير قول، مش عايز تقولها ما تقولهاش. خدت الدرجه. طيب في مشكله؟ قال لي لا. طب لو الجمله جت اصلا منفيه، يعني جت شي doesn't cook lunch، يعني she doesn't cook ايه؟ lunch اهو. عايزين يا مستر نحولها باسف. قال لك زي ما انت عادي، lunch اهو. انت حطيت هنا ايه الصح وهي منفيه عندك، يبقى lunch isn't cooked. مفيش اي تغيير بيحصل عندي. بدا اكتب وده باسف. طيب وادي قدامك خطواتك اهي بتاعت الباسف اللي انا قايل لك عليها، وقدامك حاجتك. طيب تعالى كده نكمل بردك نشوف ايه تاني بعد ما خلصت دي. ادي قدامك استخدامك facts وتروث، دي روتينز وهابتس. بعد كده عندك permanent situation، حاجات عندك تايم تيبل، يعني we live in Cairo القصه دي بتاعتك. طب الكي ووردز بتاعتي ادي every، ولسه هنتكلم في اللي جاي ده. طب قولهم لي وبعد كده نتكلم فيه. always usually often never. بعد كده عندك sometimes و scarcely و hardly ever والقصه بتاعتك دي كلها. طب تقول ايه؟ تعالى لي بقى. بص يا سيدي، احنا عندنا حاجه اسمها ظروف تكرار. يعني ايه؟ يعني بص، علي studies English، حلو الكلام، every day. علي بيدرس انجليزي او بيذاكر انجليزي كل يوم.
اجي اقول لك انا عايز احط ظرف تكرار من اللي عندك دول في الجمله. قال لك بص تكوينتك ايه؟ ادي subject بلس ظرف التكرار اللي انت عايزه اللي هم اسمهم adverbs of frequently. تقيل عليك ظروف تكرار زائد المين فيرب حسب الفاعل. يعني لو اي وي زي هيبقى في المصدر يمشوا ايه؟ هيبقى اخره اس ويس واي اس زائد الاوبجكت. طيب يعني 1 2 3 4 تيجي نعوض. ادي علي دائما always يشاهد. قال لك سامعك واتش ازاي يا مستر؟ لازم واتشز عشان ده علي تي في. طب لو هو ما بيعملش يبقى علي never watches TV. لو هو احيانا sometimes occasionally. لو النهارده علي مره مثلا كل سنه ممكن استخدم rarely seldom scarcely hardly ever. ما بيعملهاش خالص يا مستر never. طب غالبا often يبقى علي often كذا. دائما علي always كذا. خد ودي مع نفسك. دول حفظ زي اسمك seldom rarely scarcely hardly ever مهمين جدا. كل ده اهو بص يعني اهو معلم لك عليهم اهم. دول بيعوضوا النفي يعني بيدونا معناها لا خلاص يعني ما بيعملش الحاجه دي بس ممكن يكون بيعملها مره كل فين وفين. طيب جالي سؤال يا مستر قال لي عايز اسال عليهم. هسال بايه؟ how often do you study English؟ طب هي معناها ايه يا مستر how often؟ معناها كم عدد مرات. يبقى how often do you study English؟ I always study English. I never كذا and كذا. طب خد بالك هنا السبجكت جه ظروف التكرار بعديه المين فيرب. في مشكله في ده؟ قال لي طب بقول لك يا مستر لو انا عايز اقول علي دائما يكون سعيد. خلي بالك والنبي الله يبارك لك من الحته دي. ده سبجكت بلس ام او is او are بلس AF اللي هي adverbs of frequently ظروف التكرار. يعني اكتب لك مثال عليهم تحت عشان لو سرحت ولا حاجه. انا عارفك انا لسه بقى يقول لك انا لسه في اجازه بس انا ما اعرفش فين. خلاص يا حبيبي الاجازه خلصت. بلس adjective صفه. يعني ايه؟ يعني بص كده علي is never late. يجي طالب يقول لك انا سمعت حد بيتفزلك عليا يقول لك هو امتى الفعل يجي قبل ظرف التكرار؟ ياتي الفعل قبل ظرف التكرار في حاله الصفه زي اللي قدامك ده بالظبط. يبقى انت حفظت جملتين فاعل زائد adverb of frequently زائد الفعل زائد الاوبجكت. خلاص حفظت فاعل زائد am زائد is زائد are زائد ظرف التكرار زائد الصفه. ريحت دماغك. بسأل عن الكلام ده كله بمين؟ ما الاقيش واحد يقول لي how many times. لا how often. خلاص انا ما بحبش الفزلكه. هي how often او how often كم عدد المرات. خلاص طيب تعالى يا عم خلصت الجزئيه دي ربطت ده بده. تعالى بقى بص من اول هنا اهو اكتب لك كده زي ايه؟ زي اسمك. بص يا سيدي الحمد لله في حاجات بنقولها كده هنتس بنقول على يعني مثلا 26 قلنا ايه؟ خلي بالك المثال ده جاي 26 فخلي بالك من النقطه دي قوي. طيب تعالى كده نتكلم. انا عندي ايه؟ حته كده عايزك تحفظها ماشي. بص دي روابط جاي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام والجمله الثانيه فيها ويل. طيب انت الحته دي هديك نقطة بسيطة فيها بعد كده نتكلم. أنا أقول لك إيه؟ بص كده أنا I will study hard after my dad not home. وأجي أقول لك إيه؟ arrives had arrived ولا arrived بس؟ عمرك شفت حاجة من أول محاضرة الأساسيات بنقول لك إنها جاية؟ أنا بقول لك هي جاية 2027. طيب عند وجود جملة أمرية أو جملة مستقبل بسيط. إيه هو المستقبل البسيط لحد ما نشرحه؟ هو will والنفي بتاعها want بلس الفيرب infinitive.
يبقى عند وجود جملة أمرية أو جملة مستقبل بسيط نضع الجملة اللي بعد الرابط في زمنين. احنا خدنا زمن منهم هو المضارع البسيط. يبقى تاني كده سمعها لي عشان لو قابلتك شفتك كلمتك بعتلي قلت انا مش فاهم الحته دي هسألك اول ما اشوفك كده. قول لي كده القاعدة يا حبيبي. عند وجود جملة أمرية أو جملة مستقبل بسيط نضع الجملة اللي بعد الرابط اللي هي بعد افتر يعني في زمنين. احنا خدنا واحد منهم هو المضارع البسيط. طب يعني اجابتي arrives. في مشكلة في ده؟ ده هو ده. بس انا عكستها لك، بدأت لك بالرابط. جه بعديه الزمن اللي انت واخده النهارده المضارع البسيط، مالكش دعوه بالمضارع التام دلوقتي. لما ناخده نبقى نعيد نفس الجملة تاني. في حالة وجود ايه؟ جملة مستقبل بسيط او جملة امرية. يعني ايه؟ study hard after your dad arrives home. جملة امرية. فخلي بالك من الحتة دي. بص الحتة دي اللي انا لسه قايلها لك. she is always on time for meeting. she always arrives early. الحتة بتاعت الصفات. طيب خلصت الكلام ده؟ تعالى لي وقف دقيقة حل وبعد كده راجع معايا. لسه ما كملتش دقيقة. ما تخدعناش عشان احنا جامدين قوي مراقبينك. بلاش خداع. يلا بينا. lean usually space lean usually نقط سبيس فاضي عندك 8 o'clock train to work. the 8 o'clock train to work. يعني النهارده هي لين والقطر بتاع الساعة 8 للعمل. طيب لين ده هيمشي وقت صح؟ والجملة اوريدي تايم تيبل. تمام، مواعيد ثابتة. ودي كانت من استخدامات البريزنت سيمبل. يعني انت كان عندك فاكتس ديلي روتين وتايم تيبل خلاص. اروح رايح لقيت لين هيمشي وقت بنحط اس او اس او اي اس. طيب ادي دي ما تنفعش دي ما تنفعش. ادي اجابتك اهي كاتشز. طول ما انت بتستبعد عرفت تحل. طب تعال نخش على اللي بعده سريعا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اي سبيس ليت فور ورك. ليت دي هنا صفه. طب تعال نبص على الاجابات. ده في نيفر ظروف تكرار. تروح انت مراجع على طول subject بلس ام از ار بلس الظرف التكرار بلس الصفه. تعال ندور على ده. نيفر از ما تنفعش. از نيفر تنفع. نيفر هاز ما تنفعش ولا هاز نيفر تنفع. يبقى از نيفر ليت فور ورك. طول ما انت مذاكر عارف تحل. طيب when space you usually finish studying your lesson. you ويوجوالي ظرف تكرار. يعني انت النهارده محتاج هنا ايه؟ auxiliary verb او helping verb. يعني يا do يا does. طيب you يبقى do. طب اللي بعده عمر space come to work late at all. ما بيتأخرش على شغله وده فعل. طيب خد بالك هو هنا محتاج يجيب الجملة ايه؟ نيجاتيف. يعني يا اما عمر doesn't come to work late لا اما عمر never. بص بقى التركية اللي هتحصل هنا. ايه اللي هيحصل؟ comes to work late. انا قلت لك من شوية ان الفعل بعد ظرف التكرار بيتصرف حسب الفاعل. لو اي وي وي زي مصدر هي شو ات نحط اس واي اس واي اي اس. طيب هو هنا جايب كم يبقى doesn't. طب بص اللي تحتها لسه ما كملتش. جايب comes بقت never. خلي بالك من الحته دي. I always I مصدر يبقى play the piano. طب عايز اقول ما عملتش I don't او I never. I always space the piano after I came home from work. ايه ده؟ في تركايه هنا يا مستر. ازاي هنا came وهنا come؟ ما هو come هنا الجمله الاولى بريزنت سيمبل. الثانيه بقى اللي فيها لعبه. ايه ده after I came. came ده احنا هناخده كمان شويه. ده ماضي بسيط. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ played the piano. وهشرحها لك كمان شويه بالتفصيل. He usually space very quickly so we didn't understand him. He usually ايه؟ قال لك ماضي spoke برضه. اذا الجملتين دول هو ربط لك فبالتالي بقوا باست سيمبل. هناخد الباست سيمبل كمان دقيقتين بالظبط. طيب
he usually space. بص هنا didn't. بص بقى هنا so we don't understand مضارع. طب يبقى هنا الإجابة إيه؟ he usually speaks. فأنت بالتالي لما بتيجي تلعب على النقط دي بتلعب على اللي موجود قدامك. طيب هكمل دول. my friends أصدقائي often came to my birthday party. تمام. أتوا and gave أعطوني ماضي بسيط. My friends often come to my birthday. بيجوا الحفلة and give me. الأولى ماضي التانية مضارع. When I was on holiday. When I am on holiday. الأولى ماضي يبقى I. فين بلايد أهو. طب التانية I بلاي. هسيب لك بص 4 أهم 4 جمل مع نفسك أهم. اكتب لك كده لحضرتك أهو. يبقى أنت خلصت البريزنت سيمبل قفلت وظبطت دنيتك. طيب تعالى بقى نخش على مين؟ على حبيب الملايين. اسمه ايه؟ ذا باست سيمبل. يبقى التاني كان اختصاره ايه؟ بي ار اس. وده اختصاره ايه؟ بي اس. البي اس يا مستر هو ايه؟ التصريف الثاني للفعل. يعني ايه التصريف الثاني للفعل؟ يعني اما دي او اي دي او اي اي دي. يعني يا اما قال لك ايه؟ قال لك ستادي وقال لك بلاي وقال لك واتش. هلعبك لعبه حلوه. تعال ناخد حته امتى نحط للفيرب اي اي دي. قال لك فاكر هناك الاي اس نفس الفكره. يعني بلاي هنا قال لك بقت بلايد. ستادي بقت ستاديد. نفس فكره الواي. تحذف الواي اذا كان قبلها حرف ساكن. طيب امتى نحط الاي دي؟ نفس الفكره. سي اتش او اس اتش او طبعا بقى ايه مش هيبقى فيه الاو بس هي هنا في الغالب سي اتش او اس اتش. الدي نفس الفكره. طب تعال نركن ده على جنب ونعرف اول حاجه. قلت لك انا محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف يوسج ومحتاج اعرف كي ووردز. خلي بالك عشان الزمن ده النهارده هو زي ما بقول لك كده ايه بتاخد اللي يرميك لقدام. استخدامي هعبر عن action already happened in the past. حاجه حدثت في الماضي. طب الكي ووردز بتاعتي اشهر واحده فيهم مين؟ yesterday. الثانيه in the past في الماضي. الثالثه ago. الرابعه in وقبلها اي سنه قديمه. طيب علي شاهد التلفاز امس. علي واتشد التي في yesterday. تيجي نعملها نيجاتيف. قال لك بس انا عايز ادور الاول هو علي subject auxiliary verb مش باين. واتشد اخرها اي دي. وهناك انت كنت بردك في البريزنت سيمبل قلت دو داز. يبقى اكيد الماضي بتاعهم مين؟ did. يبقى علي didn't. infinitive watch TV yesterday. اقول لك تركايه. شفت ظروف التكرار ممكن نستخدمهم هنا. تيجي نعمل بارافريز للجمله دي كلها. how often يجي وراها do does و did. ظروف التكرار يجوا present simple و past simple. يعني علي didn't watch TV ممكن تبقى علي never watched بقى TV ما فيهاش مشكله. طيب علي watched TV yesterday. انت يا مستر قلت لي احنا عندنا كام نوع من الجمله؟ قلت لك اسال زميلك هيقول لك المستر قال اكتف وباسيف. اكتف معلوم وباسيف مجهول. طب هو هنا يا مستر ثواني الجمله دي اكتف ولا باسيف؟ اكتف. عايزين نحولها باسيف. هنبدا بمين؟ قال لك هبدا بالاوبجكت اللي هو تي في. اوبجكت. هناك كنت بتحط ام وايز وار. قال لك هنا هنحط مين ومين؟ يا ووز يا وير بلس البي بي. قال لي يعني تي في ووز واتشد. ولو حبيت سامعك يا اللي بتقول نكمل بباي هنكمل. ما حبيناش خلاص. طيب هو الفعل الماضي يا مستر فيه كام نوع؟ قال لك الفعل الماضي عندنا فيه نوعين. ريجولار
و irregular. regular يعني منتظم و irregular يعني غير منتظم. regular يعني منتظم يعني اخره دي او اي دي او اي اي دي. irregular يا اما يفضل زي ما هو كات يا اما يفضل زي ما هو ويتغير نطقه ريد ريد ريد، يا اما يتغير شكله رايد رود ريدن. طيب انا عايز مفتاح يسهلها عليا. هو التصريف التالت ده ملوش حل؟ اقول لك حل. لو الفعل بتاعك منتظم التصريف التالت هو يعني واتش واتشد، بلاي بلايد بلايد. ولو الفعل بتاعك شكله ما اتغيرش في الماضي يعني كات هيفضل زي ما هو في التصريف التالت. ريد ريد اللي هي يقرأ، هي في الماضي كتابة ولكن النطق اختلف. طب انا كده سهلتهم عليك. هيبقى لك شوية بيبقوا غير منتظمين زي مثلا الريجولار بقى. هيبقى لك شوية مثلا الريجولار زي جو بيبقى ايه؟ wind سي سو. دول كده احنا محتاجين نحفظهم، ولكن تعال نسهلها على نفسنا. لو الفعل منتظم التصريف التالت بيفضل زي ما هو. ماشي كده؟ في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب عشان اطمن برضك I saw that film yesterday. يلا نباسف ادي ذات فيلم. اوكي. is ليه is يا حبيب قلبي؟ ما هو ماضي يبقى was. برافو عليك. so بقت سين. خلي بالك من الفكرة دي. طب تعالى كده ادي قدامك قصتك كلها ان احنا لسه قايلين، والوان جميله اصفرات بقى والدنيا حلوه اهي. بعد كده اليوسج بتاعك action started and finished in the past، وهنتكلم في الحته دي دلوقتي. الهابتس in the past العادات في الماضي. طيب الكي ووردز yesterday last ago in the past the other day once. بعد كده عندك one day just now in وسنه ماضيه when وايه والقصه بتاعتك. طيب تعالى كده نرجع تاني زي ما كنا. وانت قلت لي انا بستخدم ده عشان اعبر عن باست هابت. هابت يعني ايه؟ هابت يعني عاده. من اما تسمع هابت يبقى نروح لصديقتنا اسمها used to. بص يا سيدي، علي used to study English when he was young. علي كان معتادا على المذاكرة بجدية عندما كان صغيرا. ما فيهاش مشكلة اهي. يبقى علي used to study ايه؟ English when he was young. طيب هل انا لو جالي جملة زي دي وراح قايل لي ايه؟ عايز احط كلمة هابت، ما خلاص انا عارف ان الجملة بتعبر عن هابت. قال لك بص يا سيدي، it was his habit study hard when he was young. يعني انت عايز تقول ان used to لو انا جيت حطيتها في جملة عشان اجي اجيب بديلها هحط it was، واجيب بعدها لو هو he his لو هي she تبقى here، واحط بعدها habit، وادي تو وادي الفعل في المصدر. طيب لو انا حبيت انفي used to هنفي used to ازاي؟ قال لك بص كده حضرتك، تعالى كده الاول. اول حاجه انا عايز اعبر عن الباست هابتس، العادات في الماضي. بعبر عن العادات في الماضي بيوزد تو المصدر وود والمصدر. وود بتستخدم للتعبير عن العادات ولكن ما بتجيش مع الافعال اللي قدام سيادتك دي، والاكتريه في استخدام للتعبير عن العاده هي يوزد تو. تعال نبص على تكوينها. ادي سبجكت يوزد تو الفعل في المصدر، يعني هي used to play tennis when he was young. تيجي نحولها اهو it was his habit. برافو عليك. واكمل بعد التو وكمل جملتي. طيب
النفي بتاعها ادي didn't used to، ادي never used to. بص كده اهي used not to. طب اديني مثال اهو. انا I used to study English. يلا نعملها نيجاتيف. هنعمل ايه؟ انا I didn't used to، انا I never used to، انا I used not. دي بقى مهمة جدا، not to study. كل ده اهم 3 قدام عينك اهم، فوق اهم موجودين قدامك. ده كله نفي مين؟ نفي يوز تو اهم قدامك. وده طبعا السؤال بتاعنا. طيب تعالى بقى، انت دلوقتي قلت لي بعد يوز تو ايه؟ مصدر. طب بص كده، انا اي هكتب جملتين مهمين جدا. انا اي يوز تو سليب ليت، انا كنت معتاد على النوم متاخر. قال لي بط ناو اي نقط، ولكن الان انا ايه؟ I used to be lazy but now I know. ادي اختياراتك. don't am not wasn't. بص يا سيدي، انا كنت معتاد على سليب. سليب ده ايه؟ فيرب صح؟ ولكن دلوقتي ما بعملش، يبقى احتاج فعل بس في المضارع صح؟ يبقى don't او doesn't. يبقى انت لو لقيت في الجمله الاولى فعل، الناحيه الثانيه present simple don't و doesn't. طب هنا lazy صفه، يبقى الناحيه الثانيه verb to be. يبقى تاني، الجمله الاولى لقيت فعل يبقى الناحيه الثانيه don't و doesn't، ولو لقيته منفي يبقى do does. طب هنا لقيت صفه يبقى verb to be. يعني انت بعد but now دي قبلها فعل هتحط do does او don't و doesn't، قبلها صفه am not و is not او ايه او am او is او are عادي، يعني اما اثبات لا اما نفي. طيب هو انا used to اللي هي معناها اعتدى على، ما ينفعش احط وراها ing؟ قال لك استنى. هي used to بتعبر عن ايه؟ عن عاده في الماضي صح؟ طب انا افرض العاده دي كانت معايا لحد المضارع، هعمل ايه؟ قال لك بص يا معلم، used to بتاعتنا دي عشان نجيب وراها الاي ان جي لازم قبلها يبقى في شويه حاجات. لازم يبقى قبلها اما واذا وار، يعني من الاخر كده verb to be او 3 افعال get become grow. تاني، امتى used to تعبر عن عاده في المضارع؟ إذا جاء قبلها verb to be get become grow. تعالى كده بص 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 بص. فين يا عمي؟ فين كل حاجة احنا جايبينها، مفيش كلمة هنلاقيها مش موجودة. ادي قدام سيادتك وقدام عينك اهي، ادي am ادي is ادي are get become، وهحط لك معاهم grow اهو عشان تبقى عارفه. زاد used to عادة في المضارع، غير اصلا ان used to. اما اجي اقول لك ايه؟ I used اهو يا عم مثلا the knife السكين، تمام كده؟ يعني انت النهارده اهو phones are used to make كذا. I use the knife to ايه؟ to cut كذا، اقطع بيها الحاجه. فالنهارده انت ممكن تستخدم used to بمعنى يستخدم ليه عادي، ولكن هي الفكره كلها بنستخدمها هنا كعاده. يبقى انت النهارده used to معناها عاده، ماشي الكلام؟ استخدمتها. عايز تخليها في المضارع جبت قبلها زي ما قلت لك verb to be لا اما get لا اما become لا اما grow. خلي بالك من حاجاتك دي قدامك اهو، خلي بالك من القصص اللي قدام عينك دي، ماشي الكلام؟ طيب انا بتمنى I wish it's time would rather. نوتس مهمه جدا. I wish to، خلي بالك من دي لان بتيجي كتير جدا اهو، خلي بالك منها. I wish to study hard. يا ريتني كنت ذاكرت كتير، او بتمنيت ان انا كنت ذاكر كتير. It's time to drink، ولكن I would rather حط مصدر على طول study hard. يبقى الثلاثة قدامك I wish to
it's time to would rather من غير التو. I wish جه وراها فاعل. I wish I هتحط تو ازاي؟ قال لك طب تعالى بقى. I wish I بص كده خلي بالك عشان خد بالك هفاجئك مفاجأة دلوقتي جميلة جدا. I wish I studied hard. It's time I studied hard. I would rather I studied hard. طب يا مستر لو جه قال لي ايه؟ I wish I space yesterday. قال لا هنا اللعبة اختلفت ويروح جايب لك ايه؟ study studied. حلو كده الكلام؟ ولا had studied. بص يا معلم احنا قلنا I wish to مصدر it's time to مصدر would rather مصدر. حلو كده؟ يعني طب حطينا فاعل بقت ماضي بسيط. طب لو لقيت في اخر الجمله كلمه بتدل على الماضي البسيط هعمل ايه؟ قال لك الاجابه ماضي تام. طب تيجي نبصمجها كده يبقى I wish to مصدر it's time to مصدر would rather الفعل في المصدر. حطينا فاعل يبقى I wish ماضي بسيط it's time ماضي بسيط would rather ماضي بسيط. حطينا كلمه بتدل على الماضي البسيط يبقى اجابتك ماضي تام. طب ده مكتوب عندي اهو يبقى انت النهارده اتس تايم وحطينا الفعل. طب قال لك بص خلي بالك من الملحوظه دي ماضي تام اذا هناك كلمه داله على الماضي. خلي بالك من الحته دي. طب I wish I lived in Paris. I wish I had lived in Paris last year. تركايه امتحان بتيجي كتير جدا واقول لك هتجيلك دلوقتي او ان شاء الله 2027. خلي بالك من الحته دي. خلي بالك من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها لان النهارده انا بتكلم في حاجه هي موجوده قدام عينك يعني بنسبه مش هقول لك تتعدى حاجه معانا ولكن بتيجي. طيب بص يا سيدي no longer واني more واني longer. بص يا سيدي دلوقتي I used to study English. حلو كده الكلام. when I was young. معنى ذلك ان انت كنت وانت صغير بتذاكر انجليزي معتاد على مذاكره بانجليزي. يجي في الامتحان يقول لك ايه؟ عايز مره احط نو لونجر او يسالك يقول لك هو مين الصح عشان ما عندناش الرايت دلوقتي ولا او اني مور. بص بقى subject بلس نو لونجر بلس بي ار اس. طب تيجي نعوض اي نو لونجر ماشي كده الكلام. ايه اللي هيحصل؟ قال لي بقت ستاديز انجلش. ما هو خد بالك الراجل ده كان في الماضي مش معتاد يعني معتاد على الحاجه دي في الماضي معنى ذلك هو في المضارع البسيط ما بيعملهاش. يعني النهارده اي نو لونجر ايه؟ ستاديز هارد. يعني انت بعد القصه بتاعت نو لونجر واني مور والحاجات دي بريزنت سيمبل. طب اني مور I don't study English anymore. ما بذاكرش الانجليش anymore. يبقى anymore واني لونجر في اخر الجمله المنفيه اللي زمانها في البريزنت سيمبل ونو لونجر هيجي بعدها بريزنت سيمبل. ادي اهو subject no longer present simple subject don't و doesn't anymore و any longer موجودين عندك. والحته اللي انا قايل لك عليها it was his habit to play football لسه شارحينها مع الحته بتاعت used to. قفلت الكلام ده زي ما انت عشان ما تقومليش من مكانك. تعالى يا باشا نحل ونطبق. last summer الصيف اللي فات اكدت لي ان الجمله ماضي بسيط بيقول لك بلان. طب انت النهارده لما تيجي تتكلم في حاجه زي كده يبقى last summer ايه؟ قال لك النهارده ادي بلان ده اهي. طيب I missed my flight and had to research everything. يبقى انت النهارده بلاند بي ال اي دبل ان اي دي. فانت النهارده لما جيت قلت I miss بقت ماضي يبقى I missed. ماشي. They spaced not وجايب go to the museum. مش هقدر اتكلم الا لما اكلم. ليه؟ لان ممكن اشيل was واحط is يبقى الجمله بريزنت سيمبل. ممكن اشيل last Sunday ولكن الجمله ماضي من was وكده يبقى الاجابه
didn't go. ما تتفزلكش بقى انت وتقولي never went. ليه يا مستر؟ ما هي never went صح، بس هنا هتبقى غلط، ما هو محدد لك not. لما اشيل جو اقول لك نيجاتيف مع جو ممكن الاجابتين يبقوا صح. did you so محتاج infinitive ادي سي. سلمى forget to bring her camera on the trip last Friday. forgot. زي ما انت. تعالى لي. بعد كده نرجع للسؤال ده. بص يا سيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك I didn't eat my breakfast. انا ما اكلتش فطاري because I space hungry. عشان انا ما كنتش جعان. الجمله ماضي يبقى اجابتك من غير ما تقرا وزن. He space as engineer 10 years ago. يعمل كمهندس منذ 10 اعوام. ماضي بردك يبقى worked. من غير ما اقرا الاجابات انا عايز الاجابه اللي انا عايزها. The sun space every day that summer. خد بالك من الحته دي. الصيف ده الشمس عملت ايه؟ يعني الجمله ماضي اصلا. The sun shone every day that summer. خلي بالك ان ذات هنا هي اللي خلت الجمله past simple. ليه يا مستر؟ ما انت قلت لي ان every day present simple تمام، ولكن انا كملت لك بعدها بمين؟ كملت لك بعدها في حاجه في الماضي. يعني انت النهارده لما تيجي تتكلم في الكلمات اللي قدامك دي كلها انت بتتكلم في حاجه ليها علاقه بالماضي. الحته اللي نفتها عندك هي مين؟ هي ذات. تروح انت جاي وتروح عامل ايه؟ ذات اهي وتكمل معاها. حط بعدها اي حاجه من اللي انت عايزه. طيب I spent a great holiday last year. طيب انا a great holiday last year انا اوريدي قضيت صح؟ بقت هاد. Where did you محتاج present infinitive by. He spent in France for 2 years. Now he back in Cairo. يعني حاجة حصلت في الماضي وخلصت يبقى stayed. His best play football but now he is too old now. يعني الراجل ده كبير يبقى هو كان معتاد على حاجة يبقى used to. طب اللي بعده He spaced into town every day last week. ماضي بردك. drive بقت drove. When I was 7 أنا كتبت يبقى I wrote. I space enjoy playing on the beach. سامعك اللي بتقول ايه ده؟ ده playing يا مستر يبقى هنحط قبل used to verb to be get become. ولكن هقول لك كمان شوية مش النهارده هقول لك ان enjoy من الحاجات اللي بيجي وراها الاي ان جي اصلا. يبقى النهارده انا ايه؟ I used to enjoy playing. In 2010 my parents عاشوا lived. هسيب لك دول بردك اهو لحضرتك. 4 اسئله اختبر نفسك. طيب تعالى صعب عليك شويه. انا بحب السؤال ده قوي وانا ما زلت عند رايي. عايز تحل جرامر صح حل دو اس شون او ريرايت. بص بقى علي بلايز فوتبول افري افترنون وجايب لك يسترداي. يعني عايز يغير زمن الجمله خالص. هننزل علي ماشي كده كده دي تمام. يبقى علي هنا ايه؟ بقت ماضي يبقى علي بلايد فوتبول تمام. حط مين في الاخر؟ يسترداي. مش هكتفي لحد كده عايز اعملها نيجاتيف يبقى علي didn't play football او never play football ولا never played. برافو عليكم. طب عايز اعملها باسف football was played by علي. طيب do you watch cartoons on the weekend. عايز احط last week خلاص يبقى دو بقت did. كمل شلت the weekend وحطيت last weekend. اللي بعده why was your sister sad. النهارده انت حطيت was عشان هنا في sad تمام كده. طب عايز اخليها بقى feel يبقى why did your sister feel sad. عشان لما تيجي تجاوب تقول لي she felt sad because يبقى why did your sister feel sad. حطيت فعل فانت feel ده فعل عندك. does your brother play video games. did your brother play video games last night. I visited my uncle last Friday. عايز يحط when يبقى when did you visit your uncle. هشيل طبعا ايه last Friday. I visited London 3 years ago يبقى I visited London in. احنا في سنة 2026
طب هنماينس مثلا منها التلاتة يطلع لك in ايه؟ in 2023. سؤال بسيط وسؤال جميل. طيب خد بالك احنا هنا من اول يوم بنشوفك فيه بنحل سنين سابقة، بنحل امتحانات، وبنجيب الاسئله اللي على الدرس ده في الامتحانات اللي فاتت. طب هل ده في الاساسيات؟ اه طبعا. تعالى كده بص سبحان الله يا اخي، دول كلها الاسئله اللي جت سنين سابقه على القواعد دي. تعال نشوف الكام سؤال دول اللي انا سايبهم لك بعد بالظبط حته حضرتك دي اهم. تعال. He always spaced to the library when he was young. ماشي كده الكلام؟ عندما كان صغيرا كان بيروح المكتبه، يبقى went اهو. Sam Space have a bike when he was 18. خد بالك ده سنين سابقه كله. كان معتاد على، يبقى used to. A space بص بقى a secretary found for your office. found اصلا جايه مش مصدر، يبقى اذا did مش نافعه، يبقى الجمله دي اصلا باسف، والباسف بتاع الماضي البسيط كان مين؟ اهو was. I space into a good family from the south of Egypt in 1976. طول عمرنا بنقول I was born. ما سألتش نفسك ليه؟ ماما وبابا هم النهارده لما اتجوزوا جابونا. خلي بالك ان اصلا عندي فعل اسمه بير. بير يعني يولد، فانا اتولدت. فلما اجي اقول لك ايه؟ my mom bears me، ماما ولدتني. فلما اجي انا احولها باسف I was born by my mom. فبالتالي الجمله اللي قدام سيادتك دي اصلا جمله باسف مش جمله اكتف خالص. فاحنا طول عمرنا مش فاهمين هي ليه was born. ليه طول عمرنا بنسمع عن الفعل born ده؟ بير الماضي منه بور، تصريف الثالث born. خلي بالك من الحته دي عشان يعني انا كطالب لما كنت صغير عرفت المعلومه دي كنت مبسوط جدا بيها. ما انا يعني انا سالت ليه طول عمرنا مدرسين مثلا واحنا صغيرين يقول لك بورن. طب النهارده بورن دي فين الاساس بتاع بير بور بورن؟ فلما خدتها النهارده خدتها في اولى اعدادي المعلومه دي. قال لك دي الجمله دي بس كنت عايز اقوم ابص للمدرس اقول له الله يبارك لك. يعني النهارده انت عرفتني معلومه مهمه جدا. طيب I did the shopping last Friday. عايز احط done، يبقى هبدا بمين؟ بالاوبجكت، يبقى the shopping was done by me. Two thieves were arrested for the bank robbery. The police. خلي بالك دي الجملة دي باسف اللي تحت، عايز ارجعها اكتب، يبقى the police arrested. ماشي كده الكلام؟ Two thieves for the bank robbery. يبقى لما يجي يحول يبقى two thieves are arrested by the police وتكمل. I had my lunch at 2 o'clock yesterday. يبقى my lunch الجملة عايز احولها بس my lunch. خلي بالك بقى من الحتة دي. طب انا هسيب المثال ده اهو وهشرحه دلوقتي. I had my lunch at 2 o'clock yesterday. My lunch. تعال نبدأ كده. ادي my lunch اهي. اول حاجة had في الباسف بيتغير. انا اكلت صح؟ قال لك خلاص يبقى was eaten واكمل. عايز اقول لك معلومه هشرحها لك بالتفصيل لما نيجي نتكلم في الحته دي. الفعل هاد انا عندي شويه افعال مش عايز اتوهك شويه. عندي النهارده افعال دايناميك وافعال ستاتيف. الفعل هاد بيجي بمعنى يمتلك وبيجي بمعنى يتناول، زي ياكل ويشرب. هنا هاد جاي بمعنى ياكل، ولكن لما تيجي تحوله بس لازم يتغير معناه حسب معنى الجمله. غدا يبقى هتاكله، شرب يبقى هتشربه. خليها عندك وهنشرحها بالتفصيل بعد كده. فانت النهارده I had my lunch at 2 o'clock yesterday، يبقى my lunch was eaten by me at 2 o'clock yesterday. I saw nobody in the street on my way to school. طب عايز يحط didn't يبقى I didn't see anybody مش nobody. I didn't see anybody in the street. How did you make this achievement؟ يبقى how was this achievement made؟ حولتها باسف يبقى how was اهو this achievement made. البيبي. تعال نكمل. I wish I not the job they offered me. ارجع. I wish
ماضي بسيط I wish، ماضي تام لو في حاجة بتدل على الماضي البسيط. طب I wish I space the job they offered me. هنا في جملة بتدل على الماضي البسيط، يبقى انت محتاج مين؟ ماضي تام. يبقى I wish I had accepted. I wish I space my homework have doing had done have done had doing. I wish I space ماضي تام، خلاص طالما مفيش بسيط مش هرغي، يبقى had done. The temples of Abyssambel were destroyed, cut into rocks, built from stone ولا built؟ قال لك built from stone، اتبنت. I wish دي كانت 2024. I wish ما وراهاش حاجة، صح كده؟ مفيش حاجة فيها صح؟ يعني مصدر، يبقى I wish. طيب I have drive ولا I am drive ولا I could drive ولا، طبعا هنا في تركايه اهي I ومكمل. طيب I wish I have drive I am drive I could drive ولا I drive. فاحنا هنبدأ من أول السؤال التالت ده، ماشي؟ طب سؤال تاني بيقول لي سيادتك ايه؟ بيقول لك I wish نقط، ارجع بقى لقاعدتك I wish to المصدر، ومن الاخر لو وش وجاش وراها فعل هنحط الفعل في المصدر. طيب ولكن مفيش تكمله. طب لو جالي فعل قلت لك ماضي بسيط، ولو في كلمه بتدل على الماضي البسيط يبقى ماضي تام. طب I wish I have drive لا، I am drive لا، ولكن I could drive، ادي الماضي البسيط اهو، ما هو جايب I ومكمل جملته. طيب تعالى نكمل. The song الاغنيه by a famous singer، يبقى الاغنيه تغنى بواسطه المغني المشهور، يبقى the song is sung. ما هو sing song sang، sing sang song، او sing sang song. وانت محتاج البي بي فالجمله باسف بقت ام واز وار، جبنا وراها التصريف الثالث قدام عينك اهو. طب space music is one area was not influenced by music in other area. يعني الموسيقى بتاعت المنطقه الواحده ما كانتش بتؤثر بالموسيقى بتاعت المناطق الاخرى، يبقى in the ايه؟ in the past، في الماضي. في الماضي كانت ده بيحصل قدام عينك. ده كله كنا بنتكلم في زمانين present simple وباست simple. خد بالك احنا بنبني، يا نرمي اساس كويس يا هنبدا ايه، انت فاهم؟ يبقى في ذبذبه ويبقى في ايه زي ما بقول لك كده هيزيتيشن ومش قادر تقف على ثبات. محاضره بسيطه بنبدا بيها، نقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا نحط الخطوط العريضه اللي هنمشي عليها. خد بالك احنا هنا معاك زي ما بقول لك كده من الاول لحد ما نقول لك الف مبروك، انت رحت ايه الجامعه اللي انت عايزها وحققت حلمك كل حاجه. خلي بالك البدايه بتبقى مهمه جدا، بدات كويس زي ما قلت لك في الاول هتنهي كويس، فخلي بالك من نقط كتير جدا. خلي بالك من اي حاجه بتعملها النهارده هتاثر معاك. محاضره بسيطه تتفتح تخلص تحل، قمت بالمحاضره تمام والدنيا كويسه جدا. ربنا يكرمكم وتبقى بدايه كويسه ليكم، وان شاء الله يعني زي ما بنقول كده مجهودنا ما يروحش على الارض. دفعه احنا بنتوسم فيها خير وبدايه جديده، ودفعه 2027 بنقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم النهارده، فنخلي بالنا واحنا بنعمل كل حاجه. هسيبك مع المحاضره دي واسيبك تركز، ولو في اي حاجه ارقامك موجوده، كل حاجه موجوده قدام عينك، ادي اهي الارقام قدام عينك اهي قدامك، وكده كده يعني فريق الدعم موجود معاك على طول، لو في اي حاجه واحنا موجودين هتلاقينا، يا اما احنا بنرد عليك لا اما بنقول لهم يبعتوا لك كذا، يعني احنا موجودين معاك. احنا قلت لك احنا اسره واحده والدنيا كلها موجوده معاك عشان نوصل بيك لايه زي ما بقول لك كده لبر الامان. بدايه جديده وان شاء الله تبقى بدايه خير ليكم وعليكم، ويعني زي ما بقول لك كده ايه ربنا يديكم على قد ايه تعب. اشوفكم على خير المحاضره الجايه.